مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. محدش فينا ما بيختلفش مع شريك حياته، لكن يا ترى هل احنا بنستغل اختلافاتنا وصراعاتنا دي ونوصل لنقطه التقاء ما نختلفش عليها مره تانية، ولا فاكرينها معركه كل واحد فينا بيحارب عشان هو يكون الكسبان والطرف التاني هو الخسران؟ تعالوا نعرف اكتر مع بعض ازاي نخلي صراعاتنا دي تقربنا مع ضيف حلقتنا النهارده اللي مشرفنا ومنورنا في الاستوديو، دكتور بيتر مجدي، منسق برامج خدمه من اجل العائله. برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بك. طبعا موضوعنا مهم جدا، وخصوصا ان مفيش حد فينا ما بيختلفش مع شريك حياته، لكن في ناس شاطره تقدر توصل لنقطه التقاء، في ناس تانية بتزيد الحرب بينها وبيحسوا ان هم مش قادرين يتلاقوا. خلينا الاول نشوف مشكلتنا في السياق الدرامي وبعدها نرجع نتناقش مع حضرتك. شوف مع بعض. اهي يا سوزي البلوزه اللي بقولك عليها، شايفاها حلوه؟ ايه يا بنتي؟ لا طبعا مش حاساها. معقول؟ مش عارفه، لما لبستها كده حسيت انها مش لايقه عليا. نانسي، يا نانسي، إيه، نانسي، ثانيه واحده يا سوزي. ايوه يا رامز. ايه يا بنتي بتعملي ايه ده كله؟ كنت بكلم سوزي صاحبتي. طب انجزي يلا، عايزه اتغدى، جعان. تتغدى؟ الساعه لسه ما جاتش 2. هو الاكل لازم يكون بميعاد؟ يعني ما ينفعش اتغدى دلوقتي؟ حاضر يا رامز، اديني فرصه دقيقتين اخلص المكالمه واقوم اعمل لك الغدا. يا سلام يا اختي، يعني هي المكالمه اهم مني؟ الله، هقفل في وشها يعني؟ لا يا ستي، العفو، اتفلق انا. ماشي يا رامز. سوزي معلش يا حبيبتي، هقفل معاكي دلوقتي وابقى اكلمك بعدين. ماشي يا حبيبتي، يلا سلام، باي باي. باي. يعني مش قادر تستنى دقيقتين لحد ما اخلص المكالمه؟ الست تقول عليا ايه دلوقتي وانا بقفل معاها المكالمه بالطريقه دي؟ يا ستي ما تقولي اللي تقوله، انا جعان وعايزه اتغدى، قومي اعملي لنا الغدا على طول. ما جاتش من دقيقتين يا رام. المشكلة مش في الدقيقتين، المشكلة الوحيدة اللي في حياتنا إن سعادتك بتبدي صاحبتك عليا أنا. ببدي صاحبتي عليك؟ ايه الافوره دي؟ أنا ما بأفورش يا هانم، سعادتك اللي مش واخدة بالك من طريقتك وأسلوبك في التعامل مع جوزك. أنا طالب أتغدى وده حقي، وبطالب بحقي كزوج. المفروض يا هانم لما جوزك يقولك قومي حضري الغدا تسيبي اللي في ايدك على طول وتقومي تحضري الغدا، مش مشكلة. يا سلام، فجأة كده اول ما تسقف الجارية تقوم تسيب اللي في ايديها وتقوم تحضر لك الغدا على طول؟ نانسي اتكلمي كويس وما تستفزنيش. انا ما بتريقش على فكرة، انا بوصف اللي انت قلته. مش ده اللي حصل؟ انا قلت اللي المفروض بيحصل في كل البيوت، زوج بيطلب من زوجته ان هي تحضر له الغدا، دي مشكلة؟ انا كزوج بطالب بحقي. ما انا قلت حاضر يا رامز، اديني فرصة بس دقيقتين اخلص المكالمة واقوم احضر لك الغدا، عادي يعني، ما كانش هيحصل حاجة. ولا هي تلاكيك وخلاص؟ انا اللي بتلكك يا نانسي؟ ولا انت الكبرياء واخدك ومش عايزه تعترف ان انت غلطانه كالعاده يعني؟ ده انا. لا انا يا نانسي، هنقعد بقى نشقطها لبعض رايح جاي. انا عارفة ان احنا مش هنوصل لنتيجة. يبقى نسكت احسن، الكلام معاكي بقى زي قلته. ماشي يا رامز، شكرا. العفو. هو في ايه؟ احنا ليه بقينا كده؟ بقينا بنتخانق ونزعق كتير مع بعض على اتفه الاسباب. احنا ما كناش كده، في ايه؟ واضح ان في حاجات غلط كتير في حياتنا.
مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الموقف الدرامي. دكتور بيتر، طبعا زي ما شفنا موقفنا الدرامي، الزوجين اللي بيزعقوا، كل واحد فيهم بيزعق وكل واحد فيهم مش مستحمل التاني. والسؤال اللي دايما احنا دايما بنيجي ونقول هو احنا ليه كده؟ احنا الاول كنا في الخطوبة زي عصافير الكناري، احنا مش بنتكلم ولا بنزعق، ده احنا يعني مجرد الهمس. بالظبط. فايه اللي خلانا وصلنا لكده ان احنا نوصل ان احنا نصرخ في وش بعض؟ في مبدأ عارفينه ان الاقطاب المتضادة اللي هي عكس بعض بتتجاذب. كل واحد فينا عنده خليط من نقاط الضعف ونقاط القوة. ولما كنا في فترة البحث وحتى فترة الخطوبة كان كل واحد عنده تصور انه محتاج يرتبط بحد مختلف عنه هيسنده في نقاط الضعف بتاعته. وحصل التجاذب ده، انا برتبط بحد مختلف عني. ولكن جوه الزواج ابتدينا نكتشف ان النقاط اللي كانت سبب تجاذب ما بيننا واللي احنا نقرب من بعض هي اكتر الحاجات اللي بتسبب مشكلات جوه الجواز. فكل واحد ليه طريقة تفكير مختلفة، ليه اسلوب مختلف في الحياة، فبدأت الصراعات والخلافات تحصل. فنتفق كلنا ان احنا بشر غير كاملين، لينا ضعفاتنا، تزوجنا بحد غير كامل وعايشين في عالم غير كامل. بالاضافة لكده كمان رغباتنا الشخصية بتعمل ضدنا. بمعنى ان كل واحد فينا عايز اللي يرضيني انا، عايز امشي الدنيا بطريقتي انا، ما عنديش استعداد ان انا اتنازل، فينتج عنه خلاف وصراع. نضيف على كده بقى كمان الضغوط الخارجيه، الظروف الاقتصاديه، تحديات المعيشه، مشاكل الولاد، كل ده بيزود الخلافات وبيزود حدتها. وبقى السؤال هنا مش ليه هيحصل خلاف او الخلافات بتحصل ليه اصلا، او هيحصل خلاف ولا لا. بقى السؤال ازاي هنتعامل مع الخلاف. صحيح. ازاي نستغله اللي احنا نقرب من بعض ونقوي علاقتنا ببعض، مش اللي احنا نبعد عن بعض. صحيح. ويمكن كمان عشان فكره دايما التفكير التقليدي اللي هو المعتاد ان احنا كل ما نتخانق ده بيبعدنا اكتر. احنا بقى عايزين نغير النهارده السيناريو المعتاد ده، لا نغيره بسيناريو مختلف تماما. لا احنا كل نقطه هنختلف عليها النهارده عايزين ان احنا نشوف ان احنا ازاي تخليها نقطه التقاء ما نختلفش عليها مرة تانية. اتفقنا ان الخلافات هتحصل حتى في اكثر الزيجات الصحية او السوية. وبقى الفكرة اللي عندنا هنا كزوجين ان بنقول ان الخلافات حتمية، ولكن الصراعات او المشكلات الكبيرة اختيارية. فانا الفكرة ازاي اختار المعارك بتاعتي وازاي استغلها اللي احنا نقرب من بعض. في البداية يعني لو خدناها من الجانب السلبي، ان في ازواج بيقولوا ان الصراعات دي خلاص حصلت، احنا الاتنين مختلفين، كل واحد هيمشي في اتجاه فهنبعد عن بعض. ودي كذبة ابليس اللي هو عدو كل بر، اللي عايز يهدم زواجنا بيروجها. طالما احنا مختلفين احنا مش هنعرف نتقابل مع بعض. وكمان الكذبة دي هنلاقيها مردود عليها في كتاب رائع لمطبوعات ايجلز اسمه 9 أكاذيب تدمر زواجك والحقائق التي تنقذه وتحرره، موجودة باستفاضة أكتر. ففي فكرة إنه لو سيبنا نفسنا للصراعات ممكن تبعدنا عن بعض. في أزواج تانيين يقولك لا إحنا هندفن الصراعات دي، هنتجنبها. فكرة كل ما ندفنها في يوم من الأيام هتقوم، لكن بانفجار صعب قوي. طبعا. لكن من الجانب الإيجابي زوج وزوجة هيقولوا لا إحنا عارفين إن الصراعات هتحصل نتيجة الأسباب والعوامل اللي قلناها، لكن عايزين نشتغل مع بعض اللي إحنا نقرب من بعض، إزاي نقوي علاقتنا ببعض، إزاي نفهم بعض أكتر، ونشوف إنه الحاجات دي لما بتحصل لما نقرب من بعض بينشأ جمال رائع. يعني حتى الطبيعة بتعلمنا كده ان القمم رائعة الجمال لجبال ايفرست نتجت نتيجة تصادم قارتين الهند واوراسيا مع بعض، فنتج عنها جمال رائع. فازاي الفكرة اللي احنا نشتغل مع بعض، ندعم بعض عشان نقدر نعدي صراعاتنا. فكرة اللي احنا نحول كل صراع الى تجاذب. فالصراعات هي الضريبة او الثمن اللي بيدفعها كل زوجين ناصحين وناضجين عشان يقوي علاقتهم. هي الطريقة اللي نقدر بيها نشيل الطبقات السطحية للعلاقة وندخل للعمق أكتر، نفهم بعض أكتر. أنا وشريك حياتي هنعرف بعض عن قرب، هندعم بعض، وبكده هتكون الصراعات دي هي الطريقة اللي هنقدر نشيل بيها الطبقات السطحية للعلاقة، ونقدر ندعم بعض كزوجين ونقرب من بعض أكتر، نفهم بعض أكتر، وبالتالي هنستغل صراعاتنا ان هي تعمل لصالحنا مش لضدنا، وصراعاتنا هتكون بتقربنا. ده يعني طبعا هتبقى الطريقه مثلى ان احنا فعلا نقدر ان احنا نحول النقط الاختلاف دي او الخلافات او الصراعات لنقط التقاء. المشكله بقى يا دكتور بيتر ان احنا لما مثلا بيحصل بينا اختلاف ونيجي بقى ان احنا نقعد مع بعض بقى، فالمشكله ان احنا بنروح كل واحد فينا بيروح بالشحنه السلبيه اللي جواه والطاقه السلبيه اللي جواه،
وراح يقعد مع الشريك بتاعه، فبالتالي بتتحول من خناقه صغيره لخناقه كبيره قد كده. فعايزين نقول النهارده ان احنا محتاجين فعلا ان كل حد فينا ممكن قبل ما يقعد مع الشريك ممكن يكون بيقعد مع نفسه، بس يعمل ايه مع نفسه بقى، يعني يبدا يجهز نفسه ازاي للقعده دي. تمام. خلينا نتكلم عن بعض المهارات اللي كل واحد فينا محتاج يعملها مع نفسه قبل ما يقعد مع شريك حياته، اللي بنسميها وقت المواجهة. ونتفق مع بعض ان المهارات دي محتاجة مننا شغل، الموضوع مش سهل، محتاج مجهود، واكيد ربنا طبعا بيسند المجهود ده، لكن كل واحد محتاج انه يعمل الحاجات دي مع نفسه في الاول. خلينا نقول في البداية حصل نزاع، حصل خلاف، وابتدى الصوت يعلى، فمحتاج ان حد من الطرفين، ويا ريت يكون الزوجين مع بعض، هم يكون متفقين ان واحد هيقول انا هوقف الصراع، كفايه كده، مش هينفع نعلي صوتنا اكتر من كده، احنا محتاجين نهدى، كل واحد يهدى، وهنقعد مع بعض وقت تاني. زي ما قلنا الشطاره ان الزوجين يعملوا كده مع بعض، ومش واحد اللي عليه كل مره انه يهدي الصراع، لا نكون متفقين في تبادل. بالظبط، في تبادل، ونتفق ان احنا هنهدى، وشريك الحياه هيبعد شويه، طبعا مع مراعاه ان مش هجرح شريك حياتي واسيبه وامشي مره واحده، لكن فكره انا هدي الدنيا وهبعد. حلوه قوي الفكره دي دكتور، بس انا عايزه اقول يعني اشكرك عليها، لان دي بتدي للشريك التاني ان انت غالي عليا رغم ان احنا مختلفين، بس يعني ما حصلش شرخ بينا، لا احنا هنقعد مع بعض وهنتصافى وهنشوف الدنيا فيها ايه، بس انت فعلا غالي على قلبي. دي في حد ذاتها بتهدي جدا. اشكرك. ومش بس بتهدي، ده كمان بتقوي الترابط. مره كمان الصراع اللي حصل ده انا بقول لنفسي وبقول ده شريك حياتي انا غالي عنده، فكده بنقرب من بعض اكتر. صحيح. كل واحد قاعد مع نفسه محتاج ان يعمل مهاره اسمها ان اوقف القطار الطبيعي للمشاعر والافكار السلبيه. لو سبت ناس الافكار سلبيه وانا قاعد لوحدي، هي قصدها تضايقني، هو دايما بيقلل من كلامي، هي بتعمل كده عشان قصدها تحرجني، ساعتها الافكار السلبيه دي هينتج عنها مشاعر استياء، غضب، حقد، وابقى عايز كمان رد الفعل اللي انا كاني هاخد حقي. ولكن على النقيض لما اقول انا لا، ههدي الافكار دي وهسكت خالص، وهبتدي اعمل حاجه تاني، اللي انا افترض حسن النيه في مقاصد وتصرفات شريك حياتي. اللي انا بقول افترض حسن النيه فيه، هي علت صوتها والموضوع ده بيضايقني واحنا اتفقنا بلاش كده، بس هي غالبا مضغوطه في شغلها وبتاخد قرارات حساسه فغصب عنها عملت كده. هو بيحترمني وبيقدرني، ولكن نتيجه الغلاء المعيشه ونتيجه الظروف الاقتصاديه الصعبه وعايز يخلي بيتنا في احسن حال، خلاه متنرفز ومتعصب عليا، فحصلت الازمه دي. فانا بفترض حسن النيه في الطرف الثاني علشان ده يهديني. ساعتها لما افكاري دي تهدى، هينتج عنها ان مشاعري كمان يا اما تتغير يا اما هتهدى، على الاقل حدتها هتهدى، وكده يكون انا بمهد اللي انا هقعد مع شريك حياتي. اوكي. فانا افترضت انا هديت، افترضت حسن النيه في الطرف الثاني. النقطه اللي بعديها اللي انا ابتدي اوجد تصرفات او يعني تفسيرات بديله لتصرفه. هو ممكن يكون عمل كده ليه؟ هو ممكن يكون انا نفسي ضايقته، انا ضايقت شريك حياتي. ما احنا اتفقنا ان الخلافات بتحصل نتيجه اللي احنا الاثنين مختلفين، فانا كمان مختلف عن الاخر، انا كمان عندي سلبيات، فممكن يكون انا اللي سببت اذى لمشاعر شريك حياتي، فانا كمان اللي كنت مسببت المضايقه دي. فهبتدي افترض تصرفات بديله، هو مش قصده يضايقني، هو بيحترمني، هي كان نتيجه ضغط معين، فابتدي اهدى. وساعتها بدل ما اكون بركز على ضعفات شريك حياتي، هبتدي اركز على النقاط الايجابيه عنده. ابتدي اشوف سبب التوتر ده نقطه، اللي انا اشوف حاجه حلوه في شريك حياتي اخليها كده غاليه قدام عينيا واشكر ربنا عليها. اقول مثلا هي لما خدت القرار ده بسرعه، ده ساعدنا ان احنا ننجز المهمه. هو لما اتصرف كده، هو كان بيساعدنا ان احنا ناخد قرار اسرع في الموضوع ده. ابتدي احط الحاجه دي قدام عينيا، افرح بيها، وده هيساعدني ان انا ابتدي البس نظاره مختلفه. صحيح. هبتدي اشوف الموقف من خلال عدسه شريك حياتي. احنا اتفقنا احنا الاثنين مختلفين، ساعتها ابتدي اقدر الاختلافات دي. هي اتصرفت كده لان طبيعه شخصيتها كده وتركيبتها كده، وهبتدي اشوفها دي نقطه ايجابيه. هي هتقول هو اتصرف كده لان هو مختلف عني. كل واحد يبتدي يشوف التاني شخص متفرد يعني مفيش زيه، ليه اسلوب معين في تناول الموضوعات، هبتدي اشوفها نقطه ايجابيه. يمكن كمان بقدر كمان اكتشف ان انا اللي كمان بدل ما كنت انا عندي حاسه ان شريكي هو اللي اخطا، انا لما بهدى انا بشوف لا انا كمان اتكيت عليه او ضغطت عليه اكتر في الوقت اللي فات دوت، او انا فعلا لا انا ليه اتعصبت قوي كده، وانا ايه اللي كان جرى. ساعات كمان بشوف انا برجع بشوف نفسي انا ممكن اكون غلطانه في الموقف. اتفق معاكي جدا. فانا ههدى،
هبتدي التمس الاعذار لشريك حياتي، هبتدي اشوف انا ممكن اكون السبب عندي غلط فين، وده بيمهد الطريق لعمليه المصالحه. يبتدي يمهد الطريق اللي انا ممكن اقدم اعتذار او اللي انا اتقبل كمان اعتذار. في الوقت ده واحنا اتنين بنهدى وبلبس النضاره بتاع شريك حياتي واشوف الامور من وجهه نظره، ده بيساعدني اقدر مشاعره. ممكن يكون انا جرحته، انا ضايقته، فبدل ما نكون بنوجع بعض لا هنكون بنقدر مشاعر بعض. اوكي. طبعا يعني انا بتمنى ان احنا فعلا نقدر نعمل حاجه زي كده قبل ما بنروح بالطاقه والثوره اللي جوانا، لان طبعا في ساعتها مش بنقدر نهدي الخناقات، بالعكس هي بتزيد ونيجي نقول لا خلاص. ودي يمكن بعدها الناس بترجع تقول لا خلاص احنا مش هنتكلم، احنا كل ما نتكلم بنتخانق اكتر. اعتقد لو رحنا بالروح ديت او بالمهارات ديت الدنيا هتفرق. نقطه بقى عايزه اكد عليها مهمه جدا، وهي فكره ان الجواز هي اللعبه الوحيده ان الاثنين يا بيخسروا يا الاثنين كسبانين. ساعات بنبقى كل همنا ان او انا بحارب ان انا اطلع من الخناقه دي، شفتي انا اللي كان عندي حق، انت اللي غلطانه. فعايزه نتكلم على الفكره دي ان دي مش في صالحكم انتوا الاثنين. بالظبط، نتفق مع بعض ان احنا الاثنين فريق واحد، احنا الاثنين عدونا هو المشكله، عدونا هو ابليس اللي عايز يهدم زواجنا. احنا مش اعداء لبعض، انا بقاتل عدو، العدو ده هو المشكله، العدو ده شريك حياتي مش هو العدو ده، بالعكس ده صديقي وحبيبي، ده اللي واقف جنبي. ونلاقي ان كل واحد فينا ليه اسلوبه المعين في حل النزاعات، الاسلوب المعتاد مع اصحابه مع زمايله في الشغل حتى قبل الارتباط. والاسلوب ده لما بيظهر في الجواز ممكن يسبب توتر، احنا عايزين نشوف ازاي نختار الاسلوب اللي يساعد على الحل. في حد اسلوبه هو التنافس، انا داخل عايز اكسب واللي قدامي يخسر، حتى لو كان اللي انا عايز اكسبه هو حل النزاع، تبان من بره ان هي حاجه كويسه، انا عايز دلوقتي بطريقتي دي احل المشكله. الشخص ده يهتم بالانجاز اللي هو حل المشكله، لكن مش بيهتم بالعلاقات، بيأذي مشاعر شريك حياته. اسلوب التنافس ده ما بيساعدش للحل. في اسلوب تاني على النقيض وهو الاستسلام، انا عندي استعداد اضحي بكل مشاعري وبكل حقي في الموضوع في سبيل ان انت تكسب. برضه يبان ايه شكلها حلو من بره ان انا هساعد الموضوع يخلص بسرعه، لكن ده عمال الطرف اللي عمال يضحي عمال يحصل له كبت المشاعر وممكن يحصل له انفجار. شحن بيفضل يشحن لغايه ما يحصل انفجار مره واحده على سبب تافه جدا. بالظبط، اتفق معاكي جدا. فولا المنافسه ولا التسليم ولا الاسلوب الثالث بتاع الهروب او الانسحاب. حد يقول لك لا انا كل صراع هتجنبه، انا ههرب منه والدنيا هتمشي والمشاكل هتحل لوحدها. الفكره ان حتى لو ظهر ده من بره شيء كويس، لكن ده عمال كانه بيكبت على المشكله زي ما قلنا، في يوم من الايام يحصل انفجار. في اسلوبين تانيين اقرب الى افضل تصور نفسنا نعمله، اسلوب اسمه التعاون. مره كمان احنا الاثنين مع بعض هنتفق، احنا الاثنين سوا هنحل المشكله. الشخص ده بيهتم ان عايز ينجز الموضوع والدنيا تبقى كويسه، وفي نفس الوقت يكسب الطرف الاخر، وهدفه ان الكل يطلع كسبان. ولكن الفكره او التحدي في الاسلوب التعاون ده انه الشخص ده دايما عايز حاجه مثاليه، عايز الوضع المثالي ان كله هيكسب والدنيا تمام تبقى زي الفل. بيحبط لما الدنيا ما بتمشيش كده. فده بياخدنا لافضل وضع نفسنا نوصل له جوه الجواز، هي حته التسويه نسميها، اللي انا عندي استعداد اخسر بعض الحاجات في سبيل ان اكسب حاجات تاني، واهم حد اكسبه شريك حياتي. طبعا. لو مشيت بالمبدا ده هعرف اكسب شريك حياتي، وساعتها احنا الاثنين نكون مع بعض حاطين قدامنا التحدي هو المشكله. مره كمان نرجع فكره احنا الاثنين فريق واحد، العدو بتاعنا هو المشكله. هنا هقدر اركز على المشكله مش الشخص. بمعنى اخر هفصل المشكله عن الشخص. الشخص ده هو شريك حياتي، هو حبيبي، هو الشخص اللي انا عايز اكمل مع حياتي، انا هو فريق واحد. فمش هركز على الضعفات بتاعته، انا عايز اركز على المشكله ازاي نحلها، ازاي نتجنب حدوثها في المستقبل. في الوقت ده انا هبتدي اشوف ميزات شريك حياتي، وابتدي كمان اشوف القصه عندي انا عايز اشتغل على نفسي فين. ساعات كتير بنقع ان ادي ضعفات شريك حياتي، فانا عايز اغيرها في الحته دي، عايز اغيره في الحته دي والدنيا تبقى تمام زي الفل. الفكره والمبدا اللي كلنا نحطه قدام عينينا، مفيش حد بيتغير غير لما هو يكون عايز يتغير. اشكرك. يبقى المبدا اللي جوه الجواز اللي هينجح زواجي ايه؟ اني انا اللي هتغير، الشخص الوحيد اللي هقدر اغيره هو انا. بالطريقه دي انا هقدر اشوف شريك حياتي بميزاته وايجابياته، هقدر اشتغل على نفسي، فيكون هنا الزواج فرصه ان انا انمي شخصيتي، في نفس الوقت الصراعات دي هستغلها ان هي تدعم وتقوي زواجي. اوكي. دكتور، طبعا في حاجه مهمه برضو حابه النهارده ان احنا ننوع عليها في وسط خناقاتنا ومشاحناتنا، وهي حته الكلام الجارح.
الكلام الجارح اللي ساعات بيتقال في وسط الخناقات دي، حتى لما بنتصالح بيفضل برضو عالق كده في النفس، ويمكن بيسبب ألم كبير جدا. عايزين نخلي بالنا حتى واحنا في خناقاتنا ازاي يكون في حتة الاحترام، حتة ان انا ما اقولش لفظ جارح هيفضل موجود طول العمر. وبنفتكر ان احنا بالصلح خلاص بننسى، لا، احنا ممكن بنسترجع الكلام اللي اتقال في وسط الخناقات، صح كده؟ بالظبط، الوجع بيبقى موجود وبيقعد وقت. في مبدأ وآية جميلة قوي قالها سليمان الحكيم، ونقدر نقول الحكمة دي لو مشينا بيها جوه بيتنا وقت صراعاتنا الزوجية هيحل كتير من الصراعات. يقول كده ان الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط او يهيج الغضب او يهيج المشكله، في امثال 15 واحد. فكره انه يعني ايه الكلام الموجع يهيج السخط؟ لما نيجي وقت الصراع، لو حصل ان كل زوج، كل طرف زوج او الزوجه يبتدي يقول كلمات سلبيه، والكلمات السلبيه والاوصاف اللي بيوصف بيها شريك حياته يبتدي يستخدم فيها كلمه انت وانتي مع الصباع الصعب ده، فيبتدي يقول كلمات بتجرح مشاعر شريك الحياه. يبتدي الطرف الثاني بقى موجود في وضع اتهام، هو عايز يدافع عن نفسه، فيبتدي يستخدم كلمات برضو سلبية وكلمات ممكن تجرح الطرف الثاني، وتستمر الدايرة المفرغة دي المرهقة دي، ان كل واحد عمال يقول كلمات سلبية للتاني، وزي ما حضرتك قلتي بتعمل وجع، بتعمل ألم، بيقعد مدة. بدل ما يكون بيمهد الكلام، يمهد الطريق للحل، بقى في عراقيل ضد موضوع المصالحة ان هي تتم. ولكن لو استخدمنا الجواب اللين، الكلام الرقيق، الكلام اللطيف حتى وسط الأزمة، الكلام ده بنسميها كلمات النعمة، بتهدي الموضوع، بتصلح الدنيا. حتى لو انا شاعره ان انا عايزه اقول حاجه، لا، ابقى فاهمه ان انا ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده. اشكرك. اقدر بدل ما اقول كلمات سلبيه اقدر اوقف، احنا اتفقنا ان انا هوقف الصراع، واللحظه كده اقول طيب، يعني اعرف طبعا ارفع قلب ربنا، وربنا هو القادر يهدي مشاعري ويهدي الوجع اللي جوايا. اقدر اقول كلمات ايجابيه، انا بحترمك وبقدرك، بيتنا اتفقنا ان شعاره هو الاحترام، وحاسس الموضوع ابتدى يزيد، فمش هينفع نكمل اكتر من كده. انت غالي عندي، وانت شخص تفرق معايا جدا، انت شريك حياتي، مش عايزه الازمه دي تبوظ علاقتنا ببعض، محتاجين ان احنا نهدى دلوقتي. فالكلام الايجابي ده اللي بنقول كلام لطيف او كلام مصلح بملح، ليكن كلامكم كل حين بنعمه مصلحا بملح. فكره الملح انه الملح بيدي مذاق للاكل، فكلمات النعمه اللطيفه دي وقت الازمه بتحسن مستوى المناقشه، مش بتنزله لتحت. صحيح. الكلام كمان اللي عامل زي الملح ده، الملح بيدوب التلج. لو كان شريك حياتي نتيجة الصراع ده أو نتيجة وجع أنا سببته له، حصل جوه قلبه مشاعر استياء أو غضب أو حقد، قلبه اتقفل بقى ناشف زي التلج، كلام المصلح بملح يدوب التلج. كمان الملح بنسبة معقولة بيظبط الأكل، النسبة زيادة بيبوظ الأكل. طبعا. فوقت الأزمة لما يكون كلماتي محددة وفيها كلمات نعمة، أفضل كتير من واحد يقعد يتكلم كتير، ده ممكن يزود الأزمة مش يحلها. صحيح. طبعا في وسط ده كله ما ننساش ان احنا مش قاعدين لوحدنا في البيت، يعني عايزين نقول ان كل خناقة من الخناقات دي بتأثر على أولادنا، وخصوصا لو كمان لو كانوا صغيرين. فعايزين نقول نخلي بالنا من الحاجات دي كلها، ونخلي بالنا من التأثيرات اللي ممكن تهد أمان ولادنا كليا في الأزمات دي. أشكرك. الصراع لأنه بيحصل ده مش بيأثر بس على الزوجين، مش بابا وماما بس بيتأثروا، الطرف الثالث الموجود هو ولادنا. لو جو مليان مشاحنات وجو مليان زعيق وصوت عالي، ده بيأثر بالسلب جدا على الأبناء، بيسبب تأثيرات سلبية، بيأثر على مستواهم الدراسي، بيأثر على صحتهم النفسية والجسدية، بيأثر حتى على علاقتهم بربنا. بابا وماما على طول بيشدوا مع بعض، فالبيت ما بقاش مكان آمن أنا عايش فيه. ولكن لو بابا وماما قرروا وحطوا في بالهم إحنا عايزين ندعم بعض، عايزين نستغل كل صراع اللي إحنا نخلي بيتنا ده قوي، ونقدم لأولادنا بنسميه نموذج المصالحة، يقدر بابا وماما حتى لو الصراعات حصلت، لان ده وضع واقعي ممكن يحصل قدام الولاد، طبعا يتفقوا على شويه مهارات يعملوها. واحد، مهاره اتكلمنا عنها، ان لازم حد من الاثنين يوقف الصراع دلوقتي. الصوت عالي قدام الولاد، مشكله شكلها تكبر، واحد كده بشياكه يقول ستوب، كفايه، احنا بنقدر بعض، بيتنا احنا بنحترم فيه بعض، مش هنخلي الموضوع يزيد اكتر من كده. يا ريت لو بابا وماما في نفس الوقت يعملوا كده، او الطرف اللي قادر يعمل كده دلوقتي يوقف الصراع. اوكي. الدنيا هدت وكل واحد بعد لوحده. محتاجين الولاد يلاقوا ان بابا وماما كل واحد لوحده، ويا ريت الاثنين دايما يعملوا كده، يروحوا للولاد ويطمنوهم، يقولوا لهم شويه رسائل ايجابيه. انا وماما بنحب بعض، انا بقدر بابا جدا،
طبيعي ان يحصل بينا ازمات، احنا شادين مع بعض شويه لكن بنحب بعض، احنا هنكمل مع بعض، احنا مع بعض مش هنسيب بعض. ده بيدي نقطة امان مهمة جدا طبعاً. جدا للولاد. صحيح. ولما ربنا يدي نعمه والمهارات اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، ان قدرنا كل واحد يهدى وقدرنا نقعد ويحصل المواجهه، وحصلت المواجهه وحصل المصالحه، محتاجين ولادنا يشوفوا نموذج المصالحة زي ما شافوا الخناقة يشوفوا المصالحة. بالظبط. ان احنا نعوضهم على المشاعر اللي حصلت دي، يشوفوا بابا وماما يقولوا كلمات لطيفه مع بعض، يهزروا مع بعض، يطبطبوا على بعض، يدي للولاد امان واطمئنان شديد جدا وسلام داخلي وصحه نفسيه وجسديه ليهم، يطمنوا ان بابا وماما مع بعض. وبكده نقدر نستغل الصراعات بتاعتنا ان هي تقربنا من بعض، تدعمنا مع بعض زوج وزوجه ايدينا في ايدين بعض، وتدعم كيان البيت ده يبقى مبني على الصخر. انا بشكرك جدا دكتور بيتر على موضوعنا النهارده وعلى كل المهارات اللي قلت لنا ان احنا ممكن نعملها. نتمنى يا رب الفايده لكل مشاهدينا. بشكرك جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.